السلام عليكم ورحمة الله. الترجي الرياضي أمام سيمبا في مباراة الموسم، تقريبا من أقوى وأخطر المباريات في هذا الموسم. علاش؟ خاصة في الشامبيونز ليج، لأنك باش تعطيك حسب مارينا إذا كنت ترشحت لازمك تترشح وفي المرتبة الأولى. وشوف علاش نقول هذا؟ نعمل بارونتيز صغيرة. تفرجنا البارح على ماتش الهلال السوداني وماتش سان داونز في معركة بين كاردوزو وريجي كانف. الحقيقة مانيش نحكي على النتيجة اللي وفات 2-1 للهلال، لكن نحكي على ريجي كانف. الحقيقة من وقفة ملاعبية، كيفاش واقفين وكيفاش يعملوا الهجمة المرتدة وكل فكر اللي ريتو في ماتش الهلال عطى درس لسان داونز. وقف المفاتيح سان داونز، هذه أول حاجة ركزت معاها، والهجمات اللي كانت سريعة وكانت تلعب على الأجنحة. الحقيقة ريكي كانف خبيث وخبير في كرة القدم، ورسميا باش يكون اختر على أهداف الترجي الموسم هذايا، عكس ما ذكر سابقا وقت اللي خرج واحد جهبذ من كرة القدم وصحافي وقال اللي هو خطر على مستقبل الترجي كي كان يريني في الترجي. لازم يطلبوا منه الصباح السيد هذا، لأنه الحقيقة يقدم في مردود طيب. نرجع لمباراة سيمبا والترجي. حمد المد بيتحول، ولهنا يعطيك يتحول مع الفريق ويخلط على الفريق ويعطيك فكر إدارة الترجي، لأنها بالرسمي خايفة من المباراة هذه. باش يوريك اللي هي مباراة مهمة ومهمة جدا في تحديد مصير الترجي في الموسم هذايا في الشامبيونز ليج أو حتى في البطولة. علاش؟ الترجي بالملاعبية اللي جابهم السنين حقيقة ملاعبية محترمين، لكن مش قاعدين يشاركوا. يعني انت ليش نوع جايبهم؟ اذا كان لا قدر الله يمشيش قدام الترجي في الشامبيونز ليج تقول انت عملت يعني استثمار فاشل. ملاعبية باش يشاركوا لك مع الترجي لازم يترشح على قليلة للادوار المتقدمة، واذا كان تحب ترشح للادوار المتقدمة لازمك ترشح في المرتبة الاولى. حتى كي ترشح في المرتبة الأولى تنجم تواجه سان داونز. يعني لهنا صعبة جدا الموسم هذايا، صعيب. راهو في الشامبيونز ليج ثم جو معناها مجموعة فيها نهضة بركان وبيراميدز، والمجموعة الأخرى المرشحين هو الأهلي، معاه ربما فريق تنزاني الآخر اللي هو يونغ أفريكا. يعني لهنا صعيبة، راهي المنافسة صعيبة برشا. لازمك تربح زوز مباريات 6 نقاط تأهلك باش تكون عندك ربما المرتبة الأولى. باهي، الماتش هذايا والتشكيلة اللي باش يهبطها الكنزاري باش نحكيو فيها توا، هي الحقيقة كما قلت لكم ماتش مصيري. الكنزاري حسب الأسلحة اللي عنده وتشكيلة حطوها اليوم في موزايك فهم الصباح سمعتها، لكن عندي اعتراض على بعض الأسامي. باهي، باش يحط بن سعيد في حراسة المرمى، على اليمين مش عاود يهبط كيتا، ولهنا عندي اعتراض كي نجم يحطه في اللاكس ويربح ويحط بوزيان ويخلي بن حميدة على اليسار، لانه باش يختار كيتا على اليمين، يعني مغروم بكيتا على اليمين. في الوسط باش يكون بن حميدة وجلاسي، ثنائي الى حد الان هو احسن الموجودين، لكن بن حميدة كي نجم يمشي على اليسار. العيفي على اليسار وعرعار مشى مع المجموعة، بالرغم اللي كان من الاول مش باش يمشي، من بعد تحول هو المساك، لكن ما نعرفش اسكو باش يجربوا ولا يعاود يهبط العيفي لانه مغروم به. صراحة اللاعب هذايا ربما باش يكون اخر مبارياته مع الترجي. قدام وسط الميدان باش يكون اونيتشي اوكبيلو صلابه وشراسه كبيره مع عبد الرحمن كوناتي يلعب في الوسط، معاهم حسام تقاء اللي هو في فورمه، ثلاثي طيب في الوسط. قدام باش يلعب يانساس لانه رتحوا من الاول في الماتش، قاعد يرتح فيه هو كوسيله. يانساس جاك ديارا لانه ظاهر باش يلعب جاك ديارا لانه مرتحوا اخر ماتش، ظاهر الفكر نتاعو باش يلعب على الهجمه المرتده، وفي الهجوم باش يكون دياكيتي. ودياكيتي ديما تساؤلات، ما يكونش حاضر في البطوله، يكون حاضر في الشامبيونز ليج، كانه جاي للشامبيونز ليج. والاخر دانو اللي هو ملاعبي ب4 مليارات، هاك شوف فيه ملاعبي اصبح احتياطي، ولين يعطيك الاستثمار الفاشل في هذا اللاعب، والاداره اللي ما صبرتش بتجيب ملاعبي طيب الامكانيات. الترجي اذا كان يربح، ونتندون ثم ماتش اليوم باش يصير بين الملعب المالي وبيترو اتليتيكو وشوف نتيجه طيبه، اذا كان يربح راهو عنده بوسيبيليتي كبيره باش يمشي للمرتبه الاولى. وراهي المرتبه الاولى هي اللي تمنعك الموسم هذا، راك في المرتبه الثانيه راك باش تاكل يعني باش يقابلك فريق
قوي جدا. الهلال السوداني شفته أقوى بكثير من سان داونز البارح. الأهلي المصري طبعا معروف، والشيرة الأخرى باش تلقى فيها بيراميدز. ظاهر الأمور وكان طف بك ربي يجيك نهضة بركان. لأن هذا إذا كان تكمل في المرتبة الثانية، دونك محبذا الترجي باش يكمل المرتبة الأولى. اش قلت لك، ماتش خطير على مستقبل الترجي. كيف في البطولة أنت توا متصدر، كي ترجع من بعد البطولة عندك ورا بعضه ماتشوات كبيرة يعني تستنى فيك سليمان الملعب التونسي وغيره وغيره، جايك صفاقس جايك الدربي، يعني هنا ماتشوات وعندك ليفكتيف لازمك تعرف كيفاش تحضر. يوسف المساكني تحول مع الوفد بالكش ياخذ وقت لعب اكثر. يوسف البليلي رجع يتدرب وحده في تقوية العضلات ايامات، ويرجع لك المرحلة الثالثة من العلاج اللي هي يتدرب تنشوفوه او فيرا ميزور وتطور الحالة متاعه. الترجي بالرغم استخدام لاعبية عنده غيابات كبيرة، مريح غايب، توغاي غايب، بن عليه كي ينجم يعاون وربما في الماتش هذايا، لكن غايب. كيف عندك ملاعبيه اخرين غايبين يتسمى ماهمش حاضرين، كيما المساكني كيما رفيعه ماهمش حاضرين 100%. عرعاري لحد الان هاك تشوفوه، دراجن ماهوش حاضر. يعني فما حكايه 7 إلى 8 ملاعبيه اللي هما باش يكونوا في مارس الجاي، باش يكونوا يعني في الاساسيين مش غايبين اليوم. يعني لهنا راهو الترجي لازم كيف تصبر بشويه بشويه. الجماهير ضد ماهر الكنزاري، الحقيقه الامور ماهيش ماشيه، لكن طبعا الترجي توا داخل في الشامبيونز ليج وداخل في المجموعات، لازم يكمل المرحله هذه. كذلك في موضوع اخر، الترجي ربما في اخر ايامات الميركاتو اللي هو اليوم بلكش يحسم صفقه اخرى دفاعيه. هذا يسمعنا اللي ربما فما صفقه دفاعيه، لكن نتصور الترجي باش يكتفي بالموجود، لانه الامور كان تعرف الدفاع كان يرجع توغاي ومريح ينجم يكملوا لاخر الموسم. دام عندك شويه جلاسي وبن حميده وربما كذلك لاعب كيتا نجم يلعب لك شويه في اللاكس. الحقيقه الترجي نجم يعمل على اللاعبين اللي موجودين نتاعو. اذا كان حسم الصفقه طبعا حاجه باهيه للترجي ولاحباء الترجي. اذا كان مش موجود صفقه دي، لانه حتى صفقه الطيف تحت في المال، لانه الطلبات نتاع الفريق وكل شيء ما مشاتش الامور بين الترجي. وكذلك الترجي حاول كثيرا استخدام بعض اللاعبيه كيما العيدوني، لكن فشل باش يجيب الملاعبي هذايا. ثم يعني قلت لك فما صفقه ربما مدافع، لكن ما نعرفوش من هنا، ربما قداش مازال سويعات في الميركاتو ينجم في اخر لحظه يحسم الصفقه. الترجي بالموجود بمدرب ممتاز ينجم يوصل وين يحب في البطوله. طبعا ما هيش مشكله، لانه الترجي يستانس بالبطوله، لكن مشكله احباء الترجي هو الشامبيونز ليج. ينجم يمشي لبعيد في الشامبيونز ليج لو كان يبدا عنده مدرب ماكر كيما ريجي كانف، وكيفاش خذا فكره قويه على البطولات الافريقيه. وحكايه البارح قال راهو في الترجي قدمنا كره مزيانه وكنا الاولى في المجموعه، في معاه فريق فاز بالشامبيونز ليج كمل وراك اللي هو بيراميد. وذكر بالمرور نتاعو في الترجي في ندوه الصحفيه، وقال الترجي من اقوى الفرق في افريقيا وشكر الفريق. ولكن ريجي كانف اصبح خطر على مستقبل الترجي عكس ما قالوا خونا في الاذاعه. إذا إلى هنا تنتهي الحلقة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، الجيم، الدعم. شكرا من القلب فردا. نهاية أسبوع مريحة للجميع. سلام الله عليكم.